ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ جايبالك النهارده افكار سحور اقتصادي تشبع عيله كامله من غير ما تصرفي 100 جنيه. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده معانا سحور اقتصادي مشبع جدا باقل تكلفه. هقولك على افكار سحور رمضان توفر مصاريف البيت وتساعدك تعملي اكلات سحور سهله وسريعه ولذيذه من غير ما تصرفي كتير. في الفيديو ده هتعرفي ازاي تعملي سحور رخيص وصحي لعيله كامله باستخدام مكونات بسيطه ومتوفره في كل بيت، مع شويه نصايح وتدبير مصروف البيت وتنظيم ميزانيه الاكل في رمضان. لو أول مرة بتشوفيني فأنا أمنية علي ودي قناتي، متنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، واللايك لأن اللايك ده اللي بيرفع الفيديو ويخليه يوصل لأكبر عدد من الناس عشان الكل يستفيد. معايا النهاردة شوية أفكار للسحور خطيرة يا بنات، كلها تقريبا أفكار لسحور تحت 50 جنيه وتحت 100 جنيه لو أسرة كبيرة. وصفات سحور سهلة وسريعة وسحور صحي ورخيص. لو انتي فاكرة ان السحور لازم يبقى غالي عشان يبقى حلو تبقي غلطانة. يبقى الفيديو ده معمول ليكي مخصوص تصدقي بقى ان في ناس بتدفع 100 جنيه في سحور يوم واحد بس وبتصحى جعانة كمان. انا هقولك النهاردة ازاي تعملي سحور كامل مشبع ومغذي ولذيذ بأقل من نص الرقم ده. بس قبل ما نبدأ صلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول فكرة معايا ملك السحور. ايه هو ملك السحور؟ الزبادي. يعني لو كل فرد من العيلة جبتي له علبة زبادي هتدفعي مبلغ كبير جدا، لكن لو جبتي كيلو لبن وعملتي زبادي هيطلع لك كمية تكفي أيام كتير. وعملنا الزبادي على القناة غير مكلف تماما يا بنات، وممكن كمان تعمليه بالفواكه. يعني في طرق مختلفة تعملي بيها الزبادي بالطريقة اللي تريحك، عايزاه بالفواكه عايزاه سادة، عملناه على القناة مش مكلف خالص. الطريقة ببساطة ان انتي هتجيبي كيلو اللبن وهتسخنيه وتسيبيه بقى يبقى دافي كده زي دمعة العين، وتبدأي تحطي له. هتجيبي اول مرة بس علبة زبادي تعمليها خميرة وهتقلبيها فيه، ممكن لو معرفتيش تقلبيه ممكن بالهاند بلندر او بالخلاط تضربيها في الخلاط وبعدين تصبيها يعني مع كوبايتين لبن وتصبيها على باقي اللبن وتسيبيهم كده. وتحطي بقى تغطيهم كويس وتصبيهم في كوبايات وتغطيهم كويس وتحطيها في صينية. انا عملتها كده على القناة، في صينية فيها مية سخنة وتدخليه الفرن وتسيبيه، بس تبقي بقى مدفية الفرن مش مشغلة، لا سايباه مطفي ومدفية وتسيبيها. بعد شوية كده بعد 3 4 ساعات هتطلعيه هتلاقيه ماسك. انا في الفيديو حتى كنت بقلب الكوبايات ما كانت ماسكة، يعني هتلاقيه كده متماسك وبقى تحفة. لو عاوزة بقى شوية دلع ممكن بفراولة موز عسل تعملي الزبادي بالطريقة اللي تريحك. يعني من كيلو لبن وعلبة زبادي واحدة ممكن تعملي العيلة يكفي يومين، غير لما تجيبي بقى كمية. شوفي علبة الزبادي النهاردة بكام. ولو انتي بقى هتعملي الزبادي في البيت يبقى كل مرة تشيلي كوباية خميرة. انا مش بقولك كل مرة تشتري زبادي جديد، لا احنا بنوفر، فانتي شيلي من كل مرة كوباية للمرة اللي بعدها. تاني فكرة العيش طبعا بيوفر ميزانية جامدة جدا يا بنات، اللي عندها بطاقة تموين تكون حريصة ان هي تجيب العيش. وطبعا التوفير في العيش ان احنا لو عندك اطفال او عندك حد من الكبار حتى مش بيكمل الرغيف بلاش نهدر في العيش، قسميه. لو بياكل نص قسميه نصاص، لو بياكل اربع قسميها اربع. قسمي العيش بالطريقة دي واول ما تجيبيه سيبيه بس يعني يهدى كده وابدأي حطيه في اكياس على قد الوجبة. التوفير في العيش بيوفر كتير جدا. وقت السحور بقى طلعي سخنيه يا في الميكرويف يا تسخنيه في بلاش على الشعلة او تسيبيه، بلاش على شعلة البوتاجاز عشان مش صحي، او تفرديه كده على قماشة او على صينية هيبقى يعني هيرجع زي ما يكون لسه جايباه دلوقتي. تالت فكرة يعني بطل الشبع مين ده بقى؟ البيض. ارخص بروتين يشبع ويقوي. كل يوم اعمليه بقى بشكل مختلف، يوم بيض مسلوق، يوم اومليت، يوم شكشوكة، يوم مع بطاطس، يوم مع فول. مش مفيش بقى حد هيزهق من البيض. رابع فكرة معايا الفول. الفول عملناه على القناة وكمان البيض عملناه بأفكار مختلفة على القناة. الفول عملناه على القناة اللي بتجيبي الفول تدمسيه وتبدأي بقى بدل ما تشتري كل يوم ب10 ب15 جنيه عشان وجبة السحور، لا روحي هاتي كيلو او نص كيلو وابدأي دمسي. وعملناها على القناة في الحلة كمان، لو ما عندكيش دماسة مش مشكلة هتعمليها في الحلة.
اسلقي بقى نص كيلو او كيلو وابداي حطيهم في اكياس على قد الوجبة. يطلع بقى تعملي فول بالطماطم، فول بالطحينة، فول بالزيت الحار، فول بالليمون، في طرق مختلفة. فول بالثوم والطماطم مع صلصة بيبقى جميل جدا يا بنات. وعملنا الافكار دي كلها على القناة. هتحطي اكياس في الفريزر وتطلعي على قد الوجبة، تسخني وتعمليه بالطريقة اللي تعجبك. وقت السحور يعني تسخين بس، مفيش هنجهز من اول وجديد. خامس فكرة، الجبنة. الجبنة طبعا اوفر واطعم. بلاش بقى الجبن الغالية واشكال والوان. هاتي الجبنة القريش واضربيها مع شوية لبن ونقطتين 3 زيت. ممكن تعمليها بقى مع فلفل، ممكن تعمليها مع زعتر، ممكن تعمليها مع زيتون. هتطلعيها بأطعمة مختلفة، هتطلع لك جبنة كريمي طعمها تحفة. رقم 6، الطعمية البيتي. الطعمية الجاهزة دي فلوس على الفاضي. اعملي كمية بقى وخزنيها وطلعيها على قد الوجبة. يعني بعد ما تصلي التراويح كده ابدأي طلعي، لو انتي بتأخري السحور قوي ابدأي طلعي الكيس اللي هتقليه النهاردة، طلعيه على ما يجي ميعاد السحور هيكون فك. يا دوب بس حد فيه شوية بهارات بقى من اللي انتي بتحبيها، كمون وكزبرة ناشفة، ولو عندك خضرة تزودي شوية خضرة، بيبقى تحفة. بتتقدم بقى مع عيش وطماطم، تعمليه سلطة وخيار، ولو في جرجير مخلل بتبقى جميلة جدا. اعمليها سندوتشات كمان بتبقى حلوة قوي قوي. وقت السحور اقلي الكمية اللي انت عايزاها بس. رقم 7، البطاطس. البطاطس دي المنقذة، أرخص أكلة تشبع، سواء مهروسة، مسلوقة، محمرة، مع بيض. طبق واحد بس يعني كافي على السفرة، بيبقى حلو قوي ومتنوع كده. انتي بقى نوعي كل يوم نوعي. أكبر سر للتوفير في السحور التنويع مش التكلفة. يعني نفس المكونات لكن كل يوم شكل جديد. سحور جاهز لو جبتيه ممكن يوصل ل100 جنيه، والسحور البيتي نفس الأصناف لو عملتيها اللي أنا قلتلك عليها، زبادي وفول وبيض وبطاطس وطعمية، مش هتكلفي 40-50 جنيه، بس البيت كله هيشبع. وهتلاقي نفسك عملتي حاجة نظيفة. ومش لازم حد ينزل، طبعا فول والطعمية هتشتريهم، مش لازم حد ينزل بقى في الوقت ده كمان يعني. مش هتشتريهم بعد التراويح او بعد العشاء وتجيبيهم يتركنوا والطعمية تبقى باردة. لا، لو انت هتجيبي جاهز هتضطري حد ينزل في الوقت ده. فلا، اعملي في البيت. فرق السعر ده مصروف يوم كامل، يعني 50 جنيه او 60 جنيه في اليوم ده. انت يعني كل يومين تلاقي نفسك مجمعة 100 جنيه. قوليلي بقى في التعليقات انت ايه اكتر حاجة بتتعبي منها في السحور، التكلفة ولا الافكار ولا الوقت؟ ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد.